في الفيديو ده هنتكلم عن اهم برامج وادوات انت محتاج تتعلمها مهما كان مجال شغلك. هنبدا باننا نتكلم عن ايه هي البرامج دي، وازاي الناس زمان كانوا بيتعلموها، وازاي انت غالبا محتاج او مش محتاج تتعلم بالطريقه القديمه، وازاي او ايه الطريقه اللي انا شخصيا بفضل او برشحها ليك انك تتعلم بيها الفيديو البرامج والادوات دي. وهاخدك في جوله سريعه جدا في كل برنامج من دول. الفيديو مقسم لنقط او اجزاء، هتلاقي في الديسكربشن تحت توقيت، كل توقيت بيوديك على جزء معين في الفيديو فممكن تنقل فيه براحتك. اول حاجه هي البرامج دي. البرامج دي خلينا نتكلم، زمان كان شركه مايكروسوفت بتقدم حزمه من البرامج او مجموعه من البرامج تحت مسمى مايكروسوفت اوفيس، برامج مايكروسوفت الحوسبيه ده او الحوسبيه تقريبا او حاجه كده. المهم يعني البرامج دي كان منها مايكروسوفت وورد، اللي هو البرنامج اللي كنت بتقدر عليه او من خلاله بتكتب مستندات علشان تطبعها او تعمل فيها اي يكن بعدين. وبرنامج مايكروسوفت اكسل اللي هو بتاع المحاسبات، برنامج اللي هو بتاع الحسابات وخلافه. وحاجه برنامج ثالث زي مايكروسوفت باوربوينت اللي هو كان بتاع العروض التقديميه اللي هو البرزنتيشنز وخلافه، وبرامج تانية كتيره. زمان كان الموضوع يعني مقتصر على مايكروسوفت. مايكروسوفت كانت هي الشركه تقريبا الوحيده او الاشهر خلينا نقول اللي كانت بتقدم البرامج دي، ولكن مع الوقت في شركات كتير يعني كانت بتنافسها في نفس المجال او في نفس الساحه يعني. من اهمهم ومن اشهرهم هي جوجل. زمان برامج مايكروسوفت كان علشان تستخدمها بتنزل البرنامج من الشركه، من موقع الشركه، بتستخدمه فتره تجريبيه اللي هي غالبا كانت بتبقى مش فاكر يا اما 14 يوم يا اما 30 يوم، وبعد كده بتبقى مضطر ان انت تشتري البرنامج. بس مع جوجل، برامج جوجل مش محتاج ان انت مش محتاج تنزلها. ومن ناحيه ثانيه انت مش محتاج تشتريها، مش محتاج تنزلها، لانها بتكون موجوده على السحابه، يعني على النت عند جوجل نفسها، وانت بتدخل عليها انت بتستخدمها وهي عندهم. ومن الناحيه الثانيه هي مجانيه، لان زي اغلب خدمات جوجل هي مجانيه، بس طبعا انت السلعه وانا السلعه يعني زي ما بيقولوا كده، لو الحاجه مجانيه فاعرف ان انت السلعه. وبياخدوا الداتا بتاعتنا وبيبيعوها وبيعملوا عليها اعلانات وخلافه يعني، بس ما علينا. المهم، ازاي الناس كانت بتتعلمها زمان؟ الناس كانت بتتعلمها زمان بان هم مثلا ياخدوا كورس يتعلموا فيه البرامج دي، اللي هو مثلا حاجه زي مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل وخلافه. وبناء عليه بيتم اختبارهم في علشان ياخدوا شهاده اسمها الاي سي دي ال. مش فاكر الصراحه اختصار ليه، بس هي اسمها اي سي دي ال يعني. المهم، زمان كان وقت ما كان الكمبيوترات يعني انتشارها محدود واستخدامها محدود على ناس معينه، كانت الشهاده دي لها لازمه، لان هي بتوضح للشركات والمسؤول التوظيف وخلافه ان انت كشخص عارف تستخدم البرامج، عارف تستخدم الكمبيوتر نفسه، وعارف تستخدم البرامج دي. ولكن دلوقتي او على مدار السنين يعني، مع تطور، مع انتشار الكمبيوتر، مع معرفه ناس كتير جدا بيه واستخدام الناس وتعرفهم وكونهم عارفين الكمبيوتر بشكل عام وعارفين اغلب البرامج دي، ما بقاش للشهاده دي اهميه قوي. يعني زمان من مش عارف كام سنه، بس مثلا يعني من 10 سنين يمكن، كان لما تقول ان انت معاك اي سي دي ال او بتعرف حتى تستخدم الكمبيوتر ومعاك اي سي دي ال وخلافه، كان دي حاجه ليها لازمه وليها وزن. انما دلوقتي ما بقاش ليها اهميه قوي. احنا دلوقتي في 2004، في نص 2024، احنا في زمن الذكاء الاصطناعي. فالجهل بالكمبيوتر او الاميه اللي هي بتاعه الكمبيوتر وخلافه، انا اسف والله في اللي بقوله، بس ما بقتش حاجه يعني، بقت حاجه اللي هي ضروريه جدا انت ما تكونش عندك، انت تكون عارف تستخدم الكمبيوتر والنت وخلافه. المهم يعني مش بقول ان دي حاجه يعني ميزه يعني جامده قوي، بس بقول لك يعني لو عايز تشتغل في الحاجات دي لازم تكون عارف تستخدم الحاجات دي. المهم، زمان الناس كانوا بيتعلموا الكلام ده بالكورسات وخلافه. انت ممكن تتعلم ده ازاي؟ وممكن تاخد شهاده ازاي؟ ممكن عن طريق ان انت تتعلم كورس اونلاين من مكان بيقدمه ببلاش. مش لازم تروح مكان، مش لازم تدفع فلوس، مش لازم تروح مكان على ارض الواقع، ولا انت لازم يعني تاخد شهاده وتدفع فيها فلوس. في منصات كتيره بتقدم يعني كورسات، وفي بعد ما بتخلص الكورس بتاخد شهاده. في مواقع عربيه وفي مواقع اجنبيه. في مواقع عربيه زي تقريبا رواق، لو انا مش ناسي. هتلاقيني بحط لك سكرين شوتس كده من الكورسات دي على الشاشه دلوقتي. ممكن تاخد يعني تتعلم بالطريقه دي وتاخد الشهاده لو انت لسه في الاول خالص، لو انت لسه طالب ولسه في الاول خالص وعايز يعني ايه تتعلم حاجه وتاخد عليها شهاده تقدر تحطها في السي في، وحاجه تديك كده يعني احساس بالرضا والانجاز وخلافه، وعلشان حتى تحفزك وتحمسك ان انت تتعلم اكتر وخلافه بعدين، يعني فكره الشهاده. فممكن تعمل ده عادي، ممكن. بس ممكن ما تعملش ده ليه برضو؟ علشان من تاني الشهاده ما لهاش اهميه قوي من ناحيه. من الناحيه التانيه علشان الكورسات مهما كان الكورس ده انت واخده منين، غالبا وبنسبه كبيره جدا جدا الكورس ده مسجل في سنه من السنين. والكورس ده او البرامج اللي هي تم التسجيل عليها دي حصل عليها تحديثات واصدارات وخلافه. والكورسات دي ما بقتش محدثه بالشكل الكافي علشان تواكب التطور او عشان تبقى ماشي مع التطور بتاع البرامج دي. حلو لحد كده؟ طيب ايه الطريقه التانيه اللي انا برشح ليك ان انت تتعلم بيها؟ الطريقه اللي انا برشح ليك ان انت تتعلم بيها البرامج دي هي ان انت تتعلمها عن طريق يوتيوب. ان انت تدخل بنفسك على يوتيوب
او انا هكون مجمع لك لينكات للكورسات للحاجات اللي انا بتكلم عنها. كل برنامج هتلاقيني حاطط لك فيديو او فيديوهين ازاي تتعلم المحتوى ده، البرنامج ده او الاداه دي او ايا يكن. بس انا ما اعرفش الناس دي، ما اعرفش القنوات دي، ما اعرفش مين هم، ما اعرفش بيقدموا ايه دلوقتي، ما بعرفش حتى هيقدموا ايه بعدين. فمش بقول لك ان يعني مش بقول ان هم ناس مش كويسين ولا حاجه، بس انا بتبرأ منهم يعني مبدئيا كده. لو انت تابعتهم هم فيما بعد غيروا محتواهم او ايا يكن، ما اعرفش، انا بس جبت لك حاجه تساعدك وخلاص. المهم يعني الطريقه اللي انا برشح ان انت تتعلم بيها الحاجات دي، زي ما انا شخصيا بتعلم الصراحه. انا لو عايز مثلا اتعلم حاجه بدخل على يوتيوب بكتب تعلم برنامج مثلا، تعلم برنامج او تعلم اداه كذا، في بسيب مسافه فاضيه كده وبكتب دقيقه في الاخر علشان يوتيوب يظهر لي الفيديوهات اللي هي بتتكلم عن، كمثال مثلا تعلم شات جي بي تي في 30 دقيقه، في 90 دقيقه، في ايا يكن الدقيقه. هو بقى يوتيوب بنفسه يجيب لي الفيديوهات دي وانا اختار منها. بالنسبه ليك برشح ان انت تدخل على يوتيوب وتكتب تعلم مثلا يعني مستندات جوجل في مسافه فاضيه دقيقه، تعلم مايكروسوفت اسمه جوجل شيتس في مسافه دقيقه، تعلم شات جي بي تي في مسافه دقيقه وخلافه. وعلشان يوتيوب هيظهر لك الفيديوهات اللي هي العنوان بتاعها او هي بتتكلم عن تعلم او تعلم برنامج او اداه معينه في فتره زمنيه معينه، الموضوع هيبقى اشبه بكراش كورس، بكورس مصغر. فانت مجرد من فيديو واحد بس تبقى قادر ان انت تتعلم اغلب الحاجات اللي انت محتاجها بشكل مبدئي واساسي عن البرنامج او عن الاداه دي. يفضل ان انت تختار بالنسبه للفيديوهات دي، يفضل ان انت تختار الفيديوهات اللي هي في متوسط نص ساعه، في متوسط نص ساعه. يعني حاول ما يكونش اقل من كده، وحاول ما يكونش اكتر من كده بكتير قوي. يعني ممكن مثلا من نص ساعه لساعه، بس يعني مش ساعتين ثلاثه، تمام. في ادوات او في حاجات هيبقى انت مش لازم مش لازم اصلا توصل لنص ساعه فيها زي ما هنتكلم تحت. بس اغلب الحاجات يفضل انت تخليك في السويت سبوت، في الحته الحلوه الكويسه اللي هي بتاعت ايه نص ساعه. ممكن يقلوا حاجات بسيطه وفي حالات معينه، ولكن ازيد هيكون احسن ليك انت. تمام لحد كده. ايه بقى البرامج دي؟ البرامج دي اول برنامج منهم برشحه ليك بشكل عام الا وهو جوجل دوكيومنتس، اللي هو مستندات جوجل، اللي هو كان بديل لبرنامج زمان اللي هو بتاع زمان، اللي هو بتاع اسمه مايكروسوفت وورد، اللي هو الوورد بتاع اللي هو النصوص، يعني بتاع كتابه النصوص وخلافه. خلينا نتكلم عنه سريعا اهو. مايكروسوفت الجوجل دوكيومنتس ده هو اللي انا فاتحه حالا، اللي انا فاتحه دلوقتي قدامك ده. هو يعني برنامج او حاجه بتكتب عليها نص، والنص ده فيما بعد تقدر ان انت زي ما قلنا تحوله بقى يعني تخليه مستند وتطبعه او ورق او كتاب حتى او ان يكون وتطبعه. خلينا نتكلم سريعا او ناخدك في جوله سريعه. هو ده جوجل دوكيومنتس، هو ده بشكل عام يعني. ده برنامج بتكتب فيه اللي انت عايزه. انا حرفيا اهو مثلا هكتب كده اهو كمثال، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بقى تكتب فيه وتعمل اللي انت عايزه، تحدد الكلام، تكبره وتصغره وتعمل ايا يكن. ده برنامج او حاجه انت من خلاله او عن طريقه بتقدر ان انت تكتب حاجه ما، هتكتب تقرير، هتكتب مش عارف مستند معين، هتعمل هتسوي ايا يكن الحاجه. هو ده البرنامج ده عن طريقه بتقدر تعمل ده. ليه حطيت البرنامج ده رقم واحد؟ لان الكتابه واحده من اهم المهارات اللي انت لازم تتعلمها في حياتك بشكل عام، لانها داخله في كل حاجه في حياتك، حرفيا كل حاجه في حياتك. بدايه من انت اصلا، يعني خلينا نتكلم يعني مجازا، بس نبدا مجازا كده. وانت بتتكلم مع الناس انت بتحاول أو انت بتخرج افكارك اللي في دماغك لكلام على لسانك، تمام. نفس الشيء انت بتقدر تعمله عن طريق الكتابه لما تكون مثلا بتكتب او بتتكلم مع الناس، كمثال على النت بتتكلم مع صحابك، او بتتكلم مع الناس مثلا معاك في الشغل عن طريق الايميل او ايا يكن، او حتى بتتكلم معاهم في شات جروب مثلا، او في جروب شات مش عارف بيقولوها ازاي، او بتتكلم معاهم مثلا بشكل عام. فانت ال الكلام هو مبني على يعني الكلمات. خلينا نقول كلامك مبني على كلمات وجمل وخلافه. الجمل والكلمات والحاجات دي كلها هتتحسن عندك بنسبه كبيره، طريقه تفكيرك ويعني تحليلك للمشاكل وتفكيرك في الحلول وكل كل حاجه هتتحسن بنسبه كبيره جدا بشكل مهول انت ما تتخيلهوش. لما كتابتك تتحسن اصلا يبقى انت قادر تعمل اللي هو بيسموه الارتكليشن، او ان انت تعمل اللي هو مش عارف والله بالعربي، بس اللي هو يعني هكتبها بالعربي طبعا قدامك دلوقتي، بس اقصد اللي هو انت ايه، قادر تحلل حاجه، انت مثلا موقف او مشكله او حاجه قدامك او موضوع انت بتفكر فيها وين يكن، قادر تحلل كل يعني ايه، تستهلك كل حاجه بعدين تفكر فيها، تخلي الحاجات تتخمر في دماغك، تفكر في كل حاجه وبعدين تحلل وتستنتج منها حاجه. كل الحاجات دي بقى عايز اقول لك ان الكتابه هتساعدك بنسبه كبيره جدا فيها. ثاني برنامج الا وهو الجوجل شيتس، ده هو برنامج بديل لبرنامج زمان كان من مايكروسوفت اسمه مايكروسوفت اكسل، اللي هو برنامج بتاع المحاسبات. برنامج كان عن طريقه انت
الشركات بتقدر ان هي تعمل مثلا، يعني تقدر تعمل جرد، تقدر تعمل حصر المنتجات، المبيعات، المكاسب، الخسائر، ايا يكن من الحاجات اللي عايزه تعملها كانت بتعملها عن طريق برنامج اسمه مايكروسوفت اكسل. بس هو دلوقتي موجود بديل ليه اسمه مايكروسوفت اسمه جوجل شيتس. برنامج مجاني زي ما قلنا على السحابه، بتقدر تبعت ملف مثلا، تشارك ملف مع حد تاني يستخدمه معاك من اي مكان في العالم، مع شخص، مع 10، مع 100، مع 1000 تقريبا، ما اظنش الموضوع ليميت لو انا مش لو انا مش غلطان. فالبرنامج حلو وجميل وكل حاجه، المفروض انت تتعلمه. البرنامج ده هيساعدك في شغلك بشكل عام، غالبا بنسبه كبيره جدا مهما كان مجال شغلك، حرفيا هيساعدك في كل حاجه. حاجه تانية او برنامج ثالث او يعني او اداه كمان، او اداه حتى ثالثه، الا وهي جوجل سلايدز. جوجل سلايدز دي هي بديل لمايكروسوفت باوربوينت اللي هو بتاع العروض التقديميه بتاعه مايكروسوفت. برنامج بتعمل من خلاله او عن طريقه بتعمل برزنتيشنز او عروض تقديميه. لو انت عندك مشروع، عندك فكره عايز تعرضها على حد، عندك حاجه كده، عندك حتى شويه افكار عايز تحطهم في حاجه ما عشان لو جيت تشرحهم لحد بعد كده او ايا يكن، ممكن تعملهم عن طريق البرنامج ده. خلينا نتكلم عن اداه رابعه معانا الا وهي الايميل بشكل عام، وهنتكلم عن جيميل، ولكن الكلام اللي هنتكلم عنه ده ينفع على او ينطبق على اي ايميل تاني زي مثلا اوتلوك او غيره، علشان في شركات بتستخدم ايميل جوجل وفي شركات بتستخدم اوتلوك. تمام، ما اعرفش يعني بيعملوا كده ليه، بس في ناس بتستخدم، في شركات بتستخدم كده. المهم، الجيميل بتاع جوجل، الجيميل ده انت بنسبه كبيره جدا 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 عندك ايميل على جيميل، عندك ايميل على جوجل اللي هو مرتبط او من الخدمات اللي جوجل بتقدمها ليك مجانا علشان انت السلعه طبعا. هو الجيميل ده هو صندوق بريد او عنوان بريدي عن طريقه يقدر الناس ان هم يتواصلوا معاك. مجرد مثلا ما تبعت لهم انت مثلا اسمك احمد فلان او اسمك فلان الفلاني مثلا او اسمك فلان ايا يكن @gmail.com، اي حد معاه الايميل ده يقدر يبعت لك اي حاجه في اي وقت. تمام، انت طبعا بقى ممكن ترد عليها، ممكن ما تردش، ممكن ما تردش عليها، ممكن تفتحها ما تفتحهاش، دي مش مشكله، بس هو القصد ان اي حد معاه الايميل بتاعك يقدر ان هو يبعت لك. حلو لحد كده. الايميل ده عن طريقه بتقدر انت من تاني بقى تتواصل مع الناس، والناس تتواصل معاك منه، الشركات تتواصل معاك، يعني تبعت للشركات والشركات ترد عليك، وتقدر في السياقات بقى المهنيه او في الشغل يعني تقدر ان انت او هتبقى فيما بعد هتبقى بتتواصل مع صحابك او زمايلك يعني في الشغل، او مع مديرينك او مع ايا يكن عن طريق الايميل بنسبه كبيره جدا، علشان من خلاله تقدر انت توثق كل حاجه. مثلا والله حد طلب منك حاجه معينه، انت خلصت تاسك معين بتبعته، انت بتدي مثلا بتطلب حاجه معينه من حد معين الى اخره، الحاجات دي كلها بنسبه كبيره جدا هتعملها عن طريق الايميل. حلو لحد كده. الايميل ده هحط لك برده فيديو ازاي تتعلمه، الموضوع مش صعب قوي، اللي انت محتاجه في الايميل بشكل عام انت محتاج حاجات مش كتيره قوي. انت محتاج ان انت تعرف تستخدمه، محتاج تعرف ازاي تبعت ايميل، ازاي تستقبل ايميل، ازاي تكتب ايميل، ازاي تقرا ايميل الى اخره من الحاجات دي كلها. حاجات بسيطه مش صعبه قوي. نفس الشيء، نفس الحاجات اللي هتلاقيها الشخص بيتكلم معاك عليها. هحط لك فيديوين، فيديو الاوتلوك وفيديو للجيميل، بس الحاجه اللي تنطبق على جيميل هي اللي تنطبق على اوتلوك. نيجي دلوقتي للبرامج والادوات الضروريه. البرامج دي زي ما قلنا الاولانيه هي اساسيه، اللي هي must know مثلا، اللي هي لازم تعرفها دلوقتي، يعني good to know. والاخيره خالص اللي هي ايه nice to have، اللي هو يعني الحاجه الاساسيه، الحاجه الضروريه، الحاجه الكويس انت تكون عارفها. الحاجه بالنسبه بقى للحاجات الضروريه دي ادوات هتساعدك في الشغل بشكل عام. اول واحده منهم الا وهي حاجه اسمها جوجل درايف. جوجل درايف ده هي مساحه تخزينيه على السحابه، مساحه تخزينيه على جوجل. كل ايميل انت بتعمله، كل ايميل على على جوجل انت بتعمله اللي هو بيبقى اكستنشن بتاعه @gmail.com، كل ايميل من دول جوجل بتديه مساحه تخزينيه على السحابه، عندها مساحه تقدر ب 15 جيجا. 15 جيجا يعني تخيل كأن عندك انت فلاشة على النت او مساحة تخزينية بس على النت. المساحة دي هي حجمها 15 جيجا. المساحة دي حرفيا تقدر تحط فيها اي حاجة، اللهم الا مثلا من هدومك مثلا او حاجات الشخصية بتاعتك. كل حاجة ديجيتال، سواء صورة، فيديو، PDF، ملف مضغوط، حاجة كده، ملف كده على ملف كده، تقدر ترفعه على جوجل عادي، طالما الملف ده مش مثلا ما فيهوش فيروس، مش بيتعارض مع سياسات جوجل، عشان غالبا بيعملوا تشيك للفايلز غالبا لو انا مش ناسي او لو انا مش غلطان. المهم يعني، فالمساحه دي تقدر ترفع عليها اي حاجه. بالنسبه بقى في الشغل بتاعك انت هتبقى بتحتاجها او هتبقى بتستخدمها في ان انت ترفع عليها، او الناس حتى بترفع عليها بشكل عام ملفات خاصه بالشغل. انت مثلا شغال على بروجكت معين او على حاجه معينه، هتبقى بترفع على المساحه التخزينيه دي، تبقى بترفع عليها ملفات وبتشاركها مع الناس الثانيه، مع زمايلك في الشغل، او مع ناس انت في قسم معين وبتشاركها مع ناس من قسم ثاني، او ناس من قسم ثاني بيشاركوا معاك حاجه، او حد هناك وحد هنا، او ايا يكن بيشاركوا معاك يعني ملفات او حاجات هم او مجلدات فولدرز يعني هم رافعينها على السحابه، وعلشان انت تشتغل عليها، عشان انت تشوفها، عشان تنزلها، علشان تعمل
فيها حاجه معينه، يفضل انت تتعلم البرنامج استخدام الاداه دي بشكل عام. الاداه الثانيه معانا هي جوجل ميت. جوجل ميت ده هو بديل لزوم. زوم اظن انت عارفه او سمعت عنه. زوم ده هو برنامج بتاع مكالمات فيديو، تمام، مكالمات صوت او فيديو، بس هو مشهور للفيديو. المكالمات يعني برنامج هو وسيط بينك وبين ناس، بينك وبين شخص تاني او بينك وبين ناس تانية كتيره بشكل عام. هو بيجمعكم حاجه، بتجمع، عارف انت القهوه، عارف القهوه او الكافي شوب مثلا، الكافيه او ايا يكن، او المكان الوسط اللي عليه او فيه او من خلاله تقدر انت تقابل ناس تانية وتتكلم معاهم، بيتكلموا معاك وتتفاعل معاهم ويتفاعلوا معاك وخلافه. زوم او جوجل ميت هم الشخص، هم المكان الوسيط ده اللي بيجمعك انت او بيجمعك انت بشخص تاني من بلدك، من بلد تانية، من اي مكان في العالم حرفيا، عن طريق لينك او يعني عن طريق رابط او عن طريق برنامج او عن طريق دعوة معينة بتبعتها وبتجيلك للدخول اجتماع معين او مكالمة معينة، سواء مكالمة صوت او مكالمة فيديو. فكره زوم ان هو برنامج لازم يعني بنسبه كبيره عشان تاخد يعني تجربه حلوه لازم تثبته او تسطبه. فالمهم يعني زوم هو برنامج ماشي، كل يعني كل مكالمه بتكون ليميتد او محدوده ب 40 مده 40 دقيقه بس. ولكن على جوجل هو كان زمان، لو انا مش غلطان، كان زمان غير محدود، بس دلوقتي بقى محدود بساعه واحده تقريبا. فبجانب ان هو مش لازم تثبت له برنامج معين، ممكن على الموبايل لازم تثبت له برنامج معين، او انما على على الكمبيوتر او على اللابتوب او كده فانت مش بتحتاج تثبت له حاجه. اداه كمان، الاداه رقم 6 تقريبا، هي تقويم جوجل او جوجل كالندر. جوجل كالندر دي هي تقويم بتاع جوجل، تقويم بيوريك اليوم اللي انت فيه والاسبوع اللي انت فيه والشهر والسنه وخلافه. والفكره والمميز في تقويم جوجل ده عن اي تقويم تاني، سواء مثلا انت بتستخدم انت موبايلك ان يكون الموبايل بتاعك عليه تقويم من الشركه بتاعه الموبايل بتاعك، المميز في تقويم جوجل ان هو بيبقى مرتبط بكل الحاجات التانية بتاعت جوجل. يعني مثلا انت عندك جالك مثلا ميتنج او جالك ايا يكن على الايميل، البتاع ده تقدر ان انت تضيفه على طول في جوجل كالندر. يعني تقدر تعمل له بيبقى فيه زي انتجريشن ما بينهم، او مش عارف بالعربي الصراحه معناها ايه. المهم يعني هم في دمج ما بينهم بشكل ما وفي مزامنه وخلافه. المهم يعني فانت بتقدر انت تضيف الميتنج ده على جوجل كالندر، علشان قبل الميتنج نفسه جوجل كالندر اللي هو التقويم بتاع جوجل ده، سواء بقى على الكمبيوتر او على الموبايل بتاعك او كده، بيعمل لك تنبيه، بعت لك تنبيه بيقول لك باقي نص ساعه على الاجتماع بتاعك مثلا، او عندك اجتماع بكره، على حسب ما انت بتعمل الكلام ده في الاعدادات بتاعته. يعني نيجي للبرامج او الادوات التكميليه. البرامج دي زي ما قلنا قبل كده هي حاجات يفضل انت تبقى بتعرف تستخدمها علشان هتساعدك بشكل عام، حتى لو انت مش محتاجها بشكل مباشر قوي في شغلك، بس هي هتساعدك في ان انت تنفذ افكار او تعمل حاجه ما كانتش في بالك اصلا او ما كنتش عارف ازاي تعملها. اول اداه على يعني في اول الادوات دي الا وهو شات جي بي تي. شات جي بي تي اظن انت عارفه. شات جي بي تي هو موديل ذكاء اصطناعي مقدم من شركه اسمها اوبن اي اي. الشركه دي او يعني الاداه دي بشكل عام هي اداه ذكاء اصطناعي بتقدر ان انت تتكلم معاها مع الاداه او مع شات جي بي تي بشكل عام، يعني الذكر بقى ومؤنث او ايا يكن الجنس. المهم يعني بتتكلم مع الاداه دي وتقدر تقول لها يعني تعمل لك حاجه معينه، تقدر تخليها تحل لك مشكله معينه، تاخد رايها في حاجه. مثلا انا ممكن اقول له مثلا بالعربي كمثال هيكتب لي وقت الحاجه اللي انا طلبتها منه، او هيعمل لي الحاجه اللي انا عايزها، او يحل لي المشكله، او ايا يكن من الحاجات دي كلها. البرنامج الاداه دي او شات جي بي تي بشكل عام حاجه قويه جدا هتساعدك في شغلك حرفيا مهما كان، حرفيا مهما كنت انت في اي شغل، اي مجال شغلك، حتى لو انت مش عارف او حتى لو انت مش متخيل ان انت ممكن تحتاج شات جي بي تي فيه، انت هتحتاجه. تقدر تستخدمه في تقريبا اغلب، يعني اغلب دي بقصد بقى كل، بس يعني تقدر تستخدمه حرفيا في كل حاجه، بجانب ان هم عندهم ابلكيشن على الموبايلات ظريف جدا. وفي حاجه مهمه او حاجه حلوه قوي اللي هي المساعد الصوتي، بتقدر تفتحه وتتكلم معاه لو انت مثلا عايز تعمل حاجه بس مش فاضي، او انت مثلا بتعمل حاجه او بتتمشى حتى او غيره، تقدر انت تتكلم عنه. هنا مش بعمل او مش بروج لفكره الديستوبيا، يعني اللي هي بتاعت ان انت تبقى يعني غرقان في التكنولوجي وكده، لان انا مش كده خالص والله. بس الفكره انه القصد يعني عشان لو حابب تستغل وقتك، او لو حابب انت مش حابب مثلا تكتب وتقرا وخلافه، حابب انت تتكلم وتسمع وتتسمع وتتكلم وخلافه، فالحاجه دي تقدر تعملها من على الابلكيشن، واللي هي فيما بعد هتبقى متاحه برضه على الكمبيوتر. المهم يعني الاداه دي هتساعدك كتير قوي في حياتك بشكل عام، فيفضل انت تبقى عارف ازاي تستخدمها. اداه ثانيه شبيهه ليها الا وهي اسمها جوجل جيميناي. دي مقدمه من جوجل زي شات جي بي تي بالظبط. ممكن نقول له على نفس الحاجه، نفس الامر بالظبط، اللي هو اكتب لي عرض تقديمي لتقديم مشروع عن اهميه زراعه الخضروات والفواكه منزليا مثلا.
اعرفش، انا حرفيا جبت حاجه في بالي وخلاص. هنا الفكره بقى، هنا هو مختلف شويه عن شات جي بي تي. هنا جاب لك مثلا، قال لك والله مثلا في السلايد او في الشريحه الاولى اللي هي بتاعه البرزنتيشن، يعني هنحط الصوره دي مثلا ونكتب عليها في هذه العرض التقديمي، طبعا اللغه مش اجمد حاجه يعني، في هذا العرض التقديمي سنناقش فوائد زراعه الى اخره. الشريحه الثانيه جايب صوره وكاتب لك النص تحتها، وبعدين ايه اللي انت هتقوله، السبيكر نوتس دي هي اللي انت ايه اللي انت هتقوله بالحرف، او اللي هو بيقترح عليك، طبعا مش بيلزمك بيه. وهنا الشريحه الثالثه يبقى فيها كذا وتحتيها النقط، البوليت بوينتس او النقط، يعني هي تبقى كذا الى اخره من الحاجات دي كلها. المهم يعني، فمن تاني جوجل جيميناي وشات جي بي تي وغيرهم كويسين جدا، بس يعني من اهم المودلز دي بشكل عام، يعني بشكل عام كده قاعده عامه شات جي بي تي، بعديه يجي مثلا حاجه زي جيميناي، بعديه بقى ايه ادوات تانية كتير، بس يعني دول اهمهم ودول احسنهم، وكل واحد قوي في حاجه يعني بشكل عام. يفضل انت عشان تعرف انهي واحد فيهم هيساعدك في شغلك، يفضل ان انت تجرب كتير قوي، ان انت تدي نفس الامر لكل واحد منهم، طبعا بتفاصيل كتير جدا، بس تدي نفس الامر لكل واحد منهم وتشوف النتيجه بناء على احتياجك انت، تشوف انهي فيهم احسن وتبقى تستمر معاه لفتره ما، او في الحاجه في التاسك ده بشكل عام يعني. المهم حاجه كمان او اداه كمان معانا، الا وهي تريلو. تريلو ده او تريلو دي هي اداه بتاعه اداره المشاريع، اللي هي انت مثلا شغال على مشروع او شغال على حاجه معينه. تريلو ده بتساعدك ان انت تدير التاسكات اللي انت بتشتغل عليها، مهما كانت التاسكات دي ايه. زي ما احنا شايفين، هو دي واجهه للبرنامج. مش عارف انا ليه نسيت افتح اصلا تريلو عندي، بس ما علينا يعني. تريلو ده هو قايم، فكرته قايمه على ان انت بتعمل اعمده، عمود اللي هو زي مثلا زي العمود ده كده، او العمود ده، او العمود ده وغيره. العمود دي مثلا بتبقى بتحط جواها كاردز او كروت، يعني كل كارد من دول بيمثل تاسك معينه. مثلا انت عندك مشروع مثلا مذاكره حاجه معينه، مذاكره مثلا المواد اللي عليك في الكليه، او انت بتشتغل على مشروع معين في شغلك او ايا يكن. تقدر انت تعمل العمدان مثلا، والله مثلا عمود اللي هو مثلا ايه تو دو، اللي هي مثلا التاسكات اللي انت هتعملها. جوه التاسكات جوه العمود ده تحط كاردز او كروت، مثلا والله التاسك الاولانيه كذا، التاسك الثانيه انا اعمل كذا، التاسك الثالثه انا اعمل كذا. عمود تاني مثلا يعني ان بروجرس، اللي هو مثلا او الحاجات اللي هي جاري العمل عليها، تروح جاي انت مثلا. وعمود ثالث خلينا مثلا نديك الفيو بشكل عام يعني. وعمود ثالث مثلا اللي هو ايه، مثلا ويتنج فور ريفيو، اللي هو مثلا الحاجات اللي مستنيه انت تتراجع. حاجه اخيره مثلا اللي هي دن مثلا، حاجه كمان. او عمود تاني مثلا كانسلد. انت مثلا هيبقى عندك، انت شغال على مشروع معين، عندك فيه تاسكات كتير قوي، اللي هي كروت كتير قوي، تحطها في اول عمود، تمام. بعد كده تبقى انت تشوف مثلا ايه الحاجه اللي انت شغال عليها، او انت شغال عليها والناس ثانيه شغالين عليها معاك، تنقل الكارد دي من العمود الاول للعمود الثاني، مثلا ان بروجرس، او الحاجات اللي شغالين عليها دلوقتي. بعدين كمثال خلصت التاسك ده، تقدر انت تنقله مثلا لو انت محتاج مراجعه او كونفirmation او تاكيد من حد معين، او مراجعه حد تاني معاك مثلا في التيم او في تيم تاني او ايا يكن، تقدر انت تنقلها للكارد دي. فبعدين مثلا الشخص التاني ده يراجع الحاجه دي، او خلاص تمام، او انت حتى لما تفضل تراجعها او ايا يكن وخلاص خلصتها، تاخدها تروح حاططها في الدن، في العمود اللي هو بتاع دن، مره بالتاني، او تاسك بالتاني بالتالت الى اخره، تلاقي انت بتخلص البروجكت بتاعك، او التاسكات بتاعت البروجكت بتاعك. والعمود الاخير او الكولم الاخيره يعني فيها ممكن تحط فيها الكانسلد مثلا، او الحاجات اللي هي مثلا ايه، والله ايه التاسك لا خلاص مش هنكنسلها. ممكن تعمل عمود كمان مثلا لحاجه اللي مثلا درافت او افكار مثلا بشكل عام، حاجات بتجيلك وانت شغال، ممكن تحطها هنا، ممكن فيما بعد يعني يا اما تلغيها اصلا، يا اما ممكن تروح جاي حاططها في تشتغل عليها، يا اما مثلا تخلي فريق تاني، شخص ثاني يراجعها ويشتغل عليها هو ايا يكن. كل بقى الفكره ان كل تاسك من دول تقدر تشتغل عليه انت وناس تانية، زي مثلا انت شايف هنا اهو، التاسك من دول في شخص شغال عليه البورد دي كلها في شغال عليها الاشخاص دول كلهم، تمام. تقدر انت تفتح التاسك من دول، تحط فيه تفاصيل زي كده، تقدر انت تخلي شخص معين او تعمل اسايننج او توكل شخص معين بحاجه معينه، تقدر تعمل كومنت وتعمل منشن لشخص معين، اللي هو يعني تعمل له اشاره مثلا في جزء معين من حاجه معينه والى اخره من الحاجات دي كلها. كل ده تعرفه فيما بعد في شرح استخدام تريلو انت بنفسك. اداه بقى اخيره، يعني مش عارف هحطها في الاخر ليه، بس يعني اداه اخيره الا وهي اللي هي زوم، اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي احنا اتكلمنا عن فوق، اتكلمنا عن جوجل ميت، اللي هو قلنا ان هو بديل لزوم. زي ما انت دلوقتي اكيد عارف زوم ايه هو بقى خلاص، بس زوم بشكل عام هو برنامج بتاع عمل اجتماعات اونلاين، او عمل مكالمات او اجتماعات اونلاين بشكل عام مع ناس ثانيه من اي مكان في العالم. يفضل انت تعرف تستخدمه، يعني سواء ليك انت لشخصك، او علشان بعدين يعني لما انت تبقى شغال في شركه ان شاء الله او حاجه
والشركه دي مثلا بتستخدمه زوم، فتبقى انت عارف ازاي تستخدمه، تبقى عارف تحل اغلب المشاكل اللي هتقابلك، لان هو اغلبه او كل مشاكل البرنامج ده للاسف، فتبقى عارف ازاي تستخدمه. كده احنا خلصنا اغلب الحاجات. مش دي كل البرامج، البرامج دي مش هي اللي انت محتاجها بشكل يعني مش هي دي ال 100% الحاجات انت ممكن تكون محتاجها. انا بس قلت لك الحاجات اللي ممكن في بالي، او الحاجات اللي هي الاساسيه بشكل عام، واللي انت بنسبه كبيره جدا اغلب شغلك بشكل مبدئي، اغلب شغلك هيبقى جاي في اغلب البرامج دي. انت فيما بعد ممكن تتعلم، تبقى مضطر او تبقى محتاج او تبقى حابب ان انت تتعلم حاجه معينه او تستخدم حاجه معينه غير اللي انا اتكلمت عنهم اصلا، تزود عليهم او تقلل عنهم او ايا يكن من الحاجات دي كلها. بس دي يعني او من كده يعني. ولكن البرامج دي والادوات دي هي اغلب الحاجات انت بشكل عام اغلب الناس بيحتاجوها، فحبيت ان انا اعملها لك بشكل عام كده. وانت زي ما قلنا اغلب البرامج دي مش الزاميه، ولكن يفضل انت تبقى متعلمها وتستخدمها. خلاص لحد كده الفيديو الجاي نتكلم عن اهم لغه او لغتين انت محتاج تكون متمكن منهم. بس خلينا نتكلم عن لغه واحده بس عشان يبقى الموضوع كاتشي شويتين يعني. اهم لغه انت محتاج تتعلمها، وازاي تحسن حياتك المهنيه وحياتك الشخصيه وحياتك بشكل عام.